5 معلومات ما كنتش تعرفهم عن المتحف المصري الكبير، وبقول لي كنت تعرف كام واحده منهم. رقم واحد، ان دي اول مره في التاريخ تتجمع كل اثار الملك توت عنخ امون من ساعه ما اكتشفوا المقبره سنه 1922، وعددهم اكتر من 5000 قطعه. تاني معلومه بقى هو ان الجوانب بتاعه المتحف فيها مواد عازله ورا الرخام نفسه عشان تمنع اي صدى صوت من عدد الزوار الكبير اللي ممكن يوصل 5 مليون خلال السنه. وتالت واهم معلومه بقى هو انك اول ما بتخش بتشوف تمثال رمسيس الثاني، ولو ما تعرفش فده نفس التمثال اللي كان موجود في ميدان رمسيس من سنه 1955 لحد 2006. بعدها التمثال اتنقل بالمقطورات وهو واقف عشان يحافظوا عليه لحد ما كان المتحف الجديد في الجيزه. وبرغم ان المسافه كانت 30 كيلو بس، الا انها خدت اكتر من 10 ساعات كامله عشان ما يتشرخش منه ولو سنتي واحد. ورابع معلومه بقى هو ان الواجهه الخارجيه للمتحف معموله من رخام مصري 100% عشان يحكي ارتباطه بالحضاره المصريه القديمه، والنقوش اللي على الرخام ده مطليه بميه الدهب. خامس واخر معلومه بقى هو ان جوه المتحف في الدور اللي تحت في اكبر مجموعه معامل ترميم في العالم، اكتر من 19 معمل متوصلين بنظام انفاق عشان ينتقل الاثار من المعامل لحد قاعه العرض. والمتحف هيتفتح رسمي يوم 4 نوفمبر. فشير الفيديو ده وقول لي هتروح مع مين من صحابك.